وزي ما اتكلمنا يلا ندخل بقى على شرح الكابنوجرافي. الكابنوجرافي ده جهاز بيقيس ويراقب مستوى CO2 في هواء الزفير اللي خارج من المريض علشان متابعة التنفس وفعالية الفنتيليشن. المكونات بتاعته اهم مكون عندنا اللي احنا عاوزين نفهمه اند تايدال CO2، وده بيكون القيمة الرقمية لاخر جزء من الزفير، وبيكون النورمال رينج بتاعه من 35 ل 45 mmHg. اما الكابنوجرام بقى ده الشكل الموجي، الموجة اللي بتظهر معانا زي الصورة الموضحة قدامنا دي، بيكون رسمة CO2 مقابل الزمن بيوضح شكل التنفس. طيب ليه المفروض نعرفه او اهميته ايه بالضبط؟ الاهمية بيتأكد من وجود الاندوتراكيال تيوب في مكانه الاصلي ولا لا، بيقيم جودة التنفس الصناعي، وبيراقب الCPR عشان المريض لو رجع معانا. بيحصل ارتفاع في الاند تايدال CO2 اللي هي بنسميها الروسك، اللي هي Return of Spontaneous Circulation. معناها ايه بقى ديت؟ عودة الدورة الدموية التلقائية بعد توقف القلب. ببساطة